السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب، ودايما وصحة، وتكونوا كلكم بخير. النهاردة جايين نتكلم على نتكلم شوية بقى زي ما اتكلمنا على كذا حاجة كده من الحاجات المضرة والمسرطنة. بدأنا نتكلم على العسل ومن الحاجات المفيدة. نكمل بقى شوية كلام كده على الحاجات المفيدة واللي بتقي من الكانسر ومن أنواع كتيرة من السرطانات. النهاردة خلينا نتكلم على واحد من أقوى مضادات الكانسر، وقادر على قتل الخلايا السرطانية بشكل فعال جدا. واستخدامه في المعامل أو التجارب العلمية ثبت إن هو طبعا عنده قدرة كبيرة جدا على قتل الخلايا السرطانية في المعامل. ولكن في جسم الإنسان طبعا زي ما اتفقنا قبل كده وشرحنا كتير، في عوامل كتير جدا بتختلف. يعني مثلا لما احنا بنحاول نعمل الحاجة دي في التجارب العلمية بره الجسم، لما نستخدم المادة اللي احنا فاكرين ان هي بتقضي على السرطان او كده، ونستخدمها في يعني نستخدمها على الخلايا السرطانية على طول، طبعا ممكن تجيب نتيجة فعالة جدا ونلاقي كل الخلايا السرطانية قضي عليها تماما او ماتت. ده طبعا كنت هقول لكم ايه. ده طبعا لما نيجي نطبقه على جسم الانسان، وان احنا ندي الانسان الماده دي عن طريق بقى ان هو يبلعها، او عن طريق اللي هي تبقى حقن، او عن اي طريق، تفاعل جسم الانسان مع الماده لما بتمشي في الدم او بتتم في الجهاز الهضمي يتم امتصاصها وعشان توصل للخلايا الورميه، بيختلف طبعا عن ان احنا نطبق الماده دي على الخلايا السرطانيه على طول. من اقوى من اقوى الحاجات او المواد الغذائيه اللي بتدخل في غذائنا اليومي بنستخدمها بشكل منتظم في اكلنا اكلنا هو التوم او الجارليك. طبعا ليه تأثير قوي جدا جدا على الخلايا السرطانية، وقادر ان هو يقتل الخلايا السرطانية، ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات ومضاد للالتهاب. سبحان الله، في فوائد كتير جدا جدا جدا. التوم مليان فوائد، مليان بالمواد الكبريتية، مليان بمواد مضادة للالتهاب ومضادات حيوية وفطرية مضادات حيوية ومضادة للفطريات طبيعية. وكمان في مادة اسمها الإليسين. الإليسين دي من المواد اللي ليها فاعلية ضد الخلايا السرطانية بشكل كبير. على أرض الواقع لقوا إن التوم من الحاجات اللي بتقي من أنواع مختلفة من السرطان، أهمها سرطان الرئة والجهاز الهضمي والثدي والبروستاتا وأورام تانية كتير. التوم ليه فعالية كبيرة جدا على مقاومة الخلايا السرطانية من سرطانات كتيرة ومتعددة. ولكن طبعا لسه لغايه دلوقتي ما عندناش فورم مثلا ان احنا ناخد خلاصه التوم ده نتعالج بيها من السرطان كعلاج جذري، او ان احنا مثلا ناخده في حالات معينه او بيأثر بطريقه معينه. ولكن لو احنا دخلناه عادي بالطريقه العاديه في اكلنا اليومي، طبعا دي حاجه مفيده. التوم ممكن ناخده ان احنا نقطع، يعني مثلا ممكن ناخد فص توم يوميا متوسط الحجم، ممكن نقطعه، ممكن ناخده صحيح، ممكن ناخد بودرة التوم، وان كان اكتر فايدة لما ناخد التوم في شكله اللي هو يا اما الفص على بعضه، يا اما نقطعه شرايح ونبلعه. ساعات البعض بيتأذى من موضوع التوم، ان هو ممكن يحس ان هو لو خده على الريق او على معدة فاضية ان هو ممكن يوجع معدته شوية، او ممكن يغير في نفسه. يعني ممكن ناخد بعديه مثلا لبان كولوريتس ولا حاجة، يخلي من السكر كده، يخلي طعم يعني يخلي راحة الفم ما تبقاش متأثرة بيه. مع انكم سبحان الله كانوا عملوا تجربة دراسة علمية، لقوا ان لما الواحد بياكل توم وحتى التوم يطلع في نفسه، بيقول ان هو بيعقم الجو حواليه. يعني نفسك اللي طالع فيه رذاذ التوم ده بيعقم الجو اللي الرذاذ ده هيجي فيه. فسبحان الله، يعني نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى. يعني التوم من الحاجات اللي ليها فوائد كبيرة جدا جدا جدا. ومن فوائده الكتير ان هو فعلا تقريبا اقوى مضاد للسرطان من الحاجات الغذائية اللي احنا ممكن نتغذى عليها. نتكلم في حلقة تانية ان شاء الله على يعني اقوى 5 اطعمة مضادة للكانسر، للاورام، بعد اللي بتيجي بتترتب في المرتبة بعد التوم، اللي هو بيتربع تقريبا على عرش المواد الغذائية اللي ليها
فعالية ضد الأورام السرطانية. التوم كمان في توم منه اسود، وفي توم بيبقى محفوظ في علب، او في ناس بتحفظ التوم في العسل. الحاجات دي كلها. التوم الاسود ده برضو فيه مواد مضاد للاكسده كتيره جدا، ممكن يكون تركيزها كمان اقوى من التوم العادي. التوم كمان اللي محفوظ في العسل ممكن نحفظ توم جوه العسل بيحافظ عليه، وناخد برضو فص كل يوم الصبح، او يعني فص توم في كل يوم الصبح على الريق قبل الاكل، وناكل شبارة ميه، او ناكل بقول لك زي ما نقول نعناع، نشرب حاجه نعناع او حاجه عطريه، بحيث ان احنا الناس اللي بتتاذى من رائحه التوم. ايه تاني ممكن تبقى اضرار التوم؟ في دراسة اتعملت لقت ان ساعات التوم لو خدناه برضو بكميات كبيرة ممكن يتعارض مع الناس اللي بتاخد علاج كيماوي. ده بقى بالنسبة لمرضى السرطان نفسهم. يعني هو كده التوم اكيد مفيد جدا للوقاية من السرطانات المختلفة، وكمان مفيد لمرضى السرطان نفسهم، لانه بيعمل على تدمير الخلايا السرطانية ومن رفع جهاز المناعة، ومليان بمضادات الاكسدة. اتكلمنا قبل كده في حلقة برضو على مضادات الاكسدة اثناء العلاج الكيماوي، يعني ان احنا نستخدم مضادات الاكسده اثناء العلاج الكيماوي كمكملات غذائيه. وقلنا ان الحاجات دي، ان المكملات الغذائيه والفيتامينات احسن ان احنا ما نستخدمهاش اثناء العلاج الكيماوي، لانها ممكن تتداخل مع طريقه قتل الكيماوي للخلايا السرطانيه. بس قلنا برضو ان مفيش اي بحث اثبت ان مضادات الاكسده او الفيتامينز اللي جايه من المواد الغذائيه بتتداخل مع العلاج الكيماوي. احنا قلنا ان المكملات الغذائيه اللي هي بتبقى بتركيزات عاليه اللي بتتباع في الصيدليات. الكلام على التوم وعلى البروكلي بالذات حاجتين من اهم الكلام عليهم، ان هم فيهم مضادات اكسده عاليه جدا. مضادات الاكسده دي ممكن تتعارض مع شغل العلاج الكيماوي، فبيفضل ان احنا اثناء العلاج الكيماوي يا اما نقلل منهم يا اما ما نستخدمهمش. بعد كده في نظامنا الغذائي بقى نبقى نستخدمهم ان شاء الله بالكميات المناسبة، عشان يعني كوقاية وكأن احنا ما يحصلش ارتجاع للمرض او حاجة زي كده، وطبعا كوقاية من اي اورام سرطانية تانية. فال لو الناس اللي بتاخد كيماوي، خاصة من أنواع الكيماوي الباكليتاكسل اللي هو التاكسول اللي هو الدواء الأبيض بتاع الثدي، والإيتوبوزايد ده بيستخدم في علاج سرطان الرئة وبعض سرطانات الخصية والمبيض وحاجات كده. يفضل ان احنا ما ناخدش مضادات الاكسده القويه في الاكل زي الثوم وزي البروكلي، وناخدهم بعد كده مفيش مشكله ان شاء الله بعد ما نخلص كورس العلاج الكيماوي، وان كان الايفيدنس او الدليل العلمي على الموضوع ده مش قوي قوي، لانه برضو في خارج جسم الانسان ما تمتش تجارب على البشر نفسهم بشكل كبير. بس الجرعة من اليومية من التوم قلنا زي ما قلنا ممكن ناخد فص الصبح، فص عادي او متقطع، او توم من التوم الاسود، او اللي بيبقى موجود محفوظ في العسل. كل ده ان شاء الله بالفايدة. التوم من الحاجات اللي بتستحمل الحرارة بشكل كبير، ممكن تستحمل درجة حرارة لغاية 100 تقريبا لمدة تلت ساعة، ما تغيرش من فوائدها وتفضل بفوائدها ان شاء الله. التوم الباودر او التوم اللي هو المفتفت ده ممكن برضو بيحتوي على المواد الغذائية وبيحتوي على نفس العناصر، ولكن كل لما كان التوم في صورته الاولية سواء كان فصوص او فصوص طازة متقطعة او حتى على بعضها ما فيهاش مشاكل خالص، وبتحتوي بقدر اكبر من الفايدة عن الباودر او المفتفتة او زيت التوم نفسه اللي ممكن يبقى بيحتوي على كميات اقل من العناصر الغذائية المهمة. النهاردة خلصنا كلام على التوم اللي قلنا أقوى مضاد من مضادات السرطانات، وممكن ندخله في عاداتنا الغذائية، وزي ما قلنا سواء خدناه كده أو خدناه في وسط الأكل إن شاء الله نستفيد منه ويبقى بالفايدة والعافية عليكم يا رب. أتمنى أكون فدتكم النهاردة بمعلومة جديدة، وسلام عليكم وأشوفكم إن شاء الله قريب.